بدأوا في منطقتنا يعرضوا أسلوب التوجه نحو السلام الذي تم حتى الآن، إنما بشكل غريب. فأنا عايز أحط شوية حقائق كده علشان للتاريخ ونشوف إذا كانت مشوهة يقولوا لنا. بعد الحرب بدجورني زارنا وطلبنا منه قائد دفاع جوي سوفيتي، وقبل الصبح ولغى بعد الظهر. ادي حقيقة. في حرب الاستنزاف كل طلقة استخدمناها ما استعوضوهاش لغاية ما بعتولي في الكوبري الجوي، وطبعا ما يقدروش يجيبوا لي كل اللي انا عايزه. ادي حقيقة من الحقائق. في 71 لما اول زيارة ليا رحت لهم 1 و2 مارس وقلت لهم سلاح الردع، قاموا قالوا لي مستعدين نبعتولك بس يستخدم بأوامر من موسكو. قمت قلت لهم آسف، ولا أسمح على أرض مصر بقرار غير قراري وقرار الشعب المصري. والكلام ده حضروه.